سامعني كده يا شباب؟ طيب تمام. هارفع لكم بس الpresentation ثواني. تمام كده شايفين الpresentation يا شباب؟ اللي شايفها يكتب 5 كده. طيب تمام جدًا جدًا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيوه إن شاء الله. إن شاء الله النهارده هنستكمل مع بعض الجزء التاني من كتالوج التركيز. في المرة اللي فاتت اتكلمنا عن بعض الأمور كده المتعلقة بمقدمة ل أو لقواعد مهمة قبل البدء في الحديث عن كتالوج التركيز. حد فاكر من المقدمة دي المقدمات دي حاجة؟ قلنا كده كذا قاعدة مهمة لابد من فهمهم ومعرفتهم نتكلم الكتالوج نفسه. حد فاكرهم؟ هغششكم كده بالسلايد دي. حد فاكر يعني ايه عقلية النو هاو؟ اللي حابب ياخد مايك ممكن يكتب لي 9 وانا اديله المايك. اللي حابب ياخد مايك يطلع يقول لنا ملخص اللي قلناه في القواعد دي، ياخد يكتب 9 ونديله مايك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يلا أسرع شوية يا شباب، مش عايزين ناس نايمين. اللي جاي ومتوقع إن هو هيسمع كلام من باب سمعنا، بس مش هينفعك الحقيقة الكلام بتاعنا ده. ليس كل سائد صالح. نعم، إن مش عشان الحاجة دي ناس يعملوها ومشهورة يبقى هي أصح. بالظبط جدا. برافو عليك يا ندى. طيب، قلنا اتكلمنا المرة اللي فاتت عن حاجة اسمها عقلية النو هاو. حد فاكر يعني ايه عقلية النو هاو؟ هي أنواع الخطاب السائدة، وفين وضع النو هاو منها. لازلت أكرر، اللي حابب ياخد المايك يكتب 9. تمام. خطاب شعاراتي، وده الخطاب اللي هو، لا مش شعارية يا حسن، شعاراتي. اللي هو ايه الشعاراتي؟ اللي هو الخطاب اللي بيلعب دايما على العاطفة وبيتكلم في معاني جميلة، ولكن في الآخر ما بيقولناش نعمل المعاني دي ونطبقها ازاي. وخطاب النو هاو، وده الخطاب اللي هو بيدينا حلول. صعب كده المعنى اللي بيتبادر للذهن لما بتيجي كلمة ثورة، ولكن أقصد ثورة في التفكير، ثورة على كل ما هو سائد الشعارات اللي ملهاش وسائل نقدر نحولها بيها أو ممارسات نقدر نحولها بيها الواقع. ثورة على كل ما يتعامل مع مثلا كتاب عظيم زي القرآن في شكل أو في صورة كتاب بيدينا شوية مجموعة من الآيات النظرية البحتة اللي مش قادرين نحولها في واقعنا إلى قرآن يمشي على الأرض زي ما النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعمل. الصوت فيه مشكلة يا شباب؟ الصوت كويس جدا ما بيقطعش خالص. طب تمام، المشكلة عندكم انتوا بقى. جميل جدا.
بعد كده اتكلمنا على الفرق ما بين حاجه اسمها التايم مانجمنت والسيلف مانجمنت. قلنا ان التايم مانجمنت ده لو صورناه او ربطناه بقضيه هو الخطاب الشعاراتي. يعني التايم مانجمنت في طوره الاول، الحديث عنه في طوره الاول بقى ايام الستينات والسبعينات كان كلام شعاراتي، يدينا كلام جميل جدا، ممكن يعني يغير فينا تغيير مؤقت، ولكن ما بيحلش حلول جذريه. انما الحلول الجذريه بقى دلوقتي بقت ازاي؟ عامل زي الباك جراوند كده بتاعه اللي بتاخدها من اللي بتدرسه في الكليه، ولكن اللي بيحل حل جذري هو ايه؟ هو السيلف مانجمنت. والسنت دي قلنا المره اللي فاتت ان هو 4 خطوات. تمام كده؟ ان هو 4 خطوات. ال4 خطوات دول بقى هم ايه؟ اللي سميناهم رباعيه التركيز، اللي هم ايه؟ تحليل النفس، التقييم، التحكم النفسي. برافو عليك يا حسن. سيلف اناليسز اللي هو تحليل النفس، و حاجه لازم تبقى فاهم واقعها. فالسيلف اناليسز ده بقى احنا اتكلمنا عنه المره اللي فاتت ازاي؟ قلنا ان هو في خماسيه. خماسيه السيلف اناليسز اللي هي ايه؟ ماشي يا محمد يا سعيد، ان شاء الله ان شاء الله. ايوه برافو عليك يا احمد يا ريس. اعرف بتقضي وقتك ازاي. learn how to spend your time. تاني حاجه كانت اتفضل يا حبيبي اتفضل. اللقاء ساعه ونص. find your prime time اللي هو تدور على الوقت بتاعك، افضل وقت في يومك. وده هيسوقنا لسؤال قبل ما تكمله: كم واحد من اللي موجودين عمل الانرجي تشارت او الانرجي جراف؟ يكتب واحد كده. لا على الفيس يا محمد يا سعيد، مكالمه تليفونيه على الفيس. كل اللي عمل الانرجي جراف كده يكتب واحد. طب وبقيه الناس؟ احنا يا جماعه قلنا الكلام ده لو ما طبقتهوش اعتبروكم يعني الكلام ده لو ما تحولش الواقع، عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، يبقى اعتبروا نفسكم ما سمعتوهوش اصلا، لانه كلام عملي في الاساس مش كلام نظري، ومش هتلاقي له اثر الا لو حولته لممارسات عمليه. طيب مروه نور، البرايم تايم بتاعك لقيتيه الساعه كام؟ مروه نور لقيت البرايم بتاع كام؟ خمسة من خمسة لكام ولا خمسة بس؟ من 5 ل 12 الظهر، ما شاء الله 7 ساعات. كتير قوي يعني ما شاء الله. طيب جميل جدا. تالت حاجه احنا قلنا دلوقتي نو هاو سبيند يور تايم. تاني حاجه فايند يور برايم تايم. لا هيفهم يا امل، هيفهم ان شاء الله. تالت حاجه سيت بريوريتيز. السيت بريوريتيز دي اللي هي ايه؟ هي اتكلمنا فيها عن التايم مانجمنت تريكس. حد عمله ده؟ التايم مانجمنت ماتريكس حد عمله؟ جميل برافو عليك يا ايمان. ممتاز يا حسن. غادة برافو. جميل جدا. طيب رقم 4 كانت ايه؟ رقم 4 رقم 4 من خماسية السيلف اناليسيس.
نسيبنا من الصوت بقى ونركز مع بعض دلوقتي. رقم 4 كانت ايه؟ احنا قلنا ايوه سكيدول يور تايم. لا مش جدول، هو ما كانش سكيدول يور تايم، ما كانش جدول. سكيدول يور تايم كانت بتتكلم عن ايه يا شباب؟ appropriately مش property مش properties. بتتكلم عن ايه سكيدول يور تايم؟ سكيدول يور، ايوه برافو عليك يا ندى. مهما كان اليوم مزحوم هتلاقي في وقت. مفيش حاجه اسمها يومك انا مشغول واسطوره انا مشغول جدا دي. انت محتاج بس انك تدور في يومك على الاوقات المهدره او الاوقات اللي ممكن تستغلها بحيث ان انت تستغل كل ساعه او كل لحظه في يومك استغلال الامثل. طيب اخر حاجه بقى كانت ايه؟ اخر حاجه كانت ايوه جيت اورجنايزد. برافو عليك يا ياسمين. اند سمبليفاي يور لايف. النهارده ان شاء الله بقى هننتقل لمرحله جديده. طبعا انا ببشر حضراتكم بحاجه مهمه جدا في البدايه، ان كل الناس اللي سمعت الكلام بتاع اللقاء اللي فات، الاول انا عايز استفاد من اللقاء اللي فات استفاده كبيره. طيب جميل جدا. عدد اباء سبعه. انا ببشر حضراتكم كلكم يا اللي استفادت استفاده كبيره ان اللقاء اللي فات لو كان دوره في حياتكم مجرد حضور كلام استمتعتوا بيه من غير ما تحولوا اللقاء ده لممارسات عمليه في خلال الفتره اللي فاتت، ببشركم ان كل الكلام اللي هتسمعوه النهارده ملوش اي 30 قيمه. ليه بقى؟ لان احنا خلصنا السهل. يعني اللي فات ده السهل عادي، انرجي جراف هتملاها وانت قاعد في نص ساعه ولا في 5 دقائق. ال البتاع اللي هو التايم مانجمنت ماتريكس برضو حاجه ممكن تعملها في نص ساعه، مش قصه يعني. قصه انك تكتب يومك قلنا ممكن تاخد منك اسبوع وخلاص على كده، وتخرج منها وانت محلل حياتك وعامل سيلف اناليسيز لنفسك على اعلى مستوى وبسهوله جدا جدا، ومش هياخد منك وقت كبير ومش هتحتاج تعمل حاجه غيره خلاص. انما اللي احنا هنتكلم فيه النهارده بقى بدايه من النهارده ده كلام محتاج اعمار. بكتبها لكم تاني اهو. كلام النهارده عشان بس تدخلوا بالنفسيه دي. كلام النهارده محتاج اعمار لتطبيقه. بلاش كلمه اعمار دي. انا مش بتكلم بهزار، انا بتكلم بجد. احنا ما بنتغيرش علشان مش فاهمين المعنى البسيط جدا ده. المعنى اللي هو قد يبدو للبعض ان هو مجرد يعني ايه، شويه مبالغه، شويه مغالاه في التعبير عن المعنى، ولكن الحقيقه كلام واقعي جدا. واي انسان في الدنيا ناجح مش هيقول لكم غير كده. مش هيقول لكم غير ان اللي هنقوله النهارده علشان تقدر تلاقي له اثر في حياتك محتاج تكون عندك نفسيه الشخص اللي فاهم انه محتاج سنين علشان الكلام ده يبدا يلاقي له اثار حقيقيه في حياته ويبدا حياته تتظبط وتتنظم. حد فاكر الحاجتين احنا قلنا مش محتاجين منكم اي حاجه غيرهم؟ احنا بنوعدكم تخرجوا من كتالوج التركيز ده ان شاء الله ببرنامج عملي حقيقي يغير حياتك، ولكن في المقابل محتاجين منكم ضريبه. حد فاكرها؟ حاجتين، ايوه، الصبر والعزيمه. هو ده بقى الصبر والعزيمه هيديك الوقود اللي هيخليك تقدر انك تقعد سنين مواظب على الكلام اللي هنقوله النهارده. ليه بقى بنقول محتاجين سنين؟ لان احنا النهارده هنتكلم على الخطوه رقم 2 والخطوه رقم 3 من رباعيه التركيز. احنا قلنا رباعيه التركيز بتبدا ب سيلف اناليسيز، الاناليسيز ده احنا اتكلمنا عنه المره اللي فاتت. النهارده بقى هنتكلم عن ايه؟ هنتكلم عن بلاننج، وهنتكلم عن ايفالويشن. هنتكلم عن بلاننج وهنتكلم عن ايفالويشن.
لو تفتكروا المرة اللي فاتت احنا قلنا لحضراتكم ان اهداف اللقاء هو ان انت تخرج فاهم من انت الان، وضعك ايه دلوقتي، ودي خلصناها بالسيلف اناليسيس المرة اللي فاتت، وتعرف ماذا تريد، انت عايز ايه بالظبط، وده هنخلصه النهارده بيه هو وكيف ستحققه، هنخلصه بالبلاننج وايه ان شاء الله. تمام. قبل ما نتكلم في الايفالويشن بفكركم تاني التشارت ده. التشارت ده اللي بيقول لنا ايه؟ بيقول لنا ان عمليه التغيير بتمر بثلاث مراحل: مرحله الواقع، الفهم الجيد للواقع، وده عملناه من خلال السيلف اناليسيز، وبعد كده الرؤيه، انك تكون عارف انت عايز تروح فين بالظبط. واحد بيقول انا عايز اتغير، بيرفكت، ممتاز، عايز تتغير، مهم قوي يا شباب الكلام ده، المعاني دي على بساطتها، بس هي دي اللي بترتب دماغك. الفرق بين الشخص اللي حياته منظمه واللي حياته مش منظمه، ان الشخص اللي حياته منظمه دماغه مترتبه، فعشان ترتب دماغك محتاج المهارات البسيطه خالص دي، اللي من ضمنها المهاره دي هو ايه؟ انك تفهم يعني ايه تغيير. انت قاعد تقول انا عايز اتغير، عايز اتغير، عايز اتغير، ايوه تتغير، تبقى ايه؟ تتغير يبقى شكلك عامل ازاي؟ هو ده الرؤيه بقى، انك تكون عارف انت عايز تروح لفين، عايز تتغير يبقى شكلك عامل ازاي. طيب في مرحله بقى الانتقال من الواقع للرؤيه، بنمر بحاجه اسمها ايه؟ بنمر بحاجه اسمها الخطه. الخطه دي اللي هي البلاننج، التخطيط، ولازم البلاننج يصاحبه عمليه ايفالويشن، وهو ده بقى يا شباب الازمه الطاحنه اللي بتواجه كتير جدا من الناس اللي بتكتب البلاننج. ايه هي الازمه الطاحنه دي بقى؟ اللي جايه دي هنكتب 9 لانها مهمه جدا. الازمه الطاحنه اللي بتقابل كتير جدا من الناس اللي بيتكلموا في البلاننج، ان هو بيدي للبلاننج حقه جدا في الكلام بقى عن البلاننج والست للاوبجكتيفز، انك ازاي تحط اهدافك، الهدف شكله يكون عامل ازاي، وفكره بقى السمارت ومش عارف ايه والكلام اللي بيقعدوا يتكلموا فيه ده. لكن قليل قوي اللي بيعمل نفس السبوت او نفس حجم التركيز على الايفالويشن، التقييم. الخطط يا شباب مش قرآن، مش قرآن أنزل. الخطط أحيانا بتكون سبب هلاك. هكتبها لكم هي عشان دي معاني أظن إن هي جديدة أول مرة تسمعوها. الخطط، ولا خلينا نقول بقى التخطيط، أحيانا يكون سبب للهلاك إن لم يصحبه تقييم. يعني إيه؟ يعني واحد تعب جدا في فهم الواقع وخد وقت كبير جدا في التخطيط، يبقى هو كده عمل ايه؟ عمل الاثنين دول، صح ولا لا؟ المفروض بقى يروح بيهم لفين؟ يروح بيهم للرؤيه، وقعد بقى حط في بطنه بطيخه صيفي ومطمئن ان انا فهمت الواقع كويس جدا وعملت تخطيط كويس جدا وماشي بقى على الخطه كانها قران. طيب سؤال، هو الواقع ده يا شباب ثابت؟ الواقع ده اللي انا بشاور عليه ده ثابت ولا متغير؟ صح؟ طب التغيرات اللي بيمر بها الواقع دي، هل هي تغيرات جذرية ولا تغيرات يعني غير جذرية؟ في كده وفي كده. احيانا ممكن تكون التغيرات اللي بيمر بها الواقع تغيرات مش جذرية، يعني عادي، ممكن تستمر بنفس الخطة مع شوية تعديلات بسيطة، وممكن يكون تغير الواقع تغير جذري، فبالتالي انت محتاج تغير البلان بتاعتك تغيير جذري. فاللي بيحصل ايه بقى من الناس اللي بتخطط؟ ان هو بيصر على عدم التغيير، بيصر على عدم الاستماع الجيد للواقع. فايه اللي يحصل؟ يبقى عامل زي اللي بيخبط دماغه في الحيطه. شخص واقف قدام حيطه وقاعد يخبط دماغه في الحيطه ودماغه بتنزف دم وهو قاعد ينزف، وشايف النزيف ده قدامه وعلى وشك الهلاك، وقاعد يبرر لنفسه النزيف ده بشويه شعارات من اللي بنسمعها دي بقى، اللي هو ايه؟ الابتلاء والصبر على البلاء ولابد ان نصبر على الابتلاء. يا عم طب ما ده مش عرفك ان ده يمكن يكون ده غباء؟
هو دائما بيكون الفشل ابتلاء؟ ممكن يكون غباء. فانت الاول اختبر نفسك واختبر خطتك وعيد تقييم خطتك عشان تتاكد ان انت مش في حاله الغباء، وبعد كده اتكلم عن الابتلاء. فاهمين يا شباب؟ النقطه دي مهمه قوي، لازم تكون واضحه عندنا. تمام كده؟ فبالتالي النهارده عايزين بقى نتكلم على البلاننج والايفالويشن مع بعض. ما نتكلمش على البلاننج لوحده ونسيب الايفالويشن، ولا نتكلم على الايفالويشن لوحده، لان مش هينفع نتكلم فيه من غير ما يكون عندنا بلاننج قوي بالطريقه اللي انا شرحتها، مش بالطريقه العاديه بقى اللي هي فكره الواقع والخطه. يكتب 5. تمام جدا. طيب هنا بقى بنطرح عليكم سؤال: ليه بنكتب خطه؟ عايز اسمع اجاباتكم على النقطه دي. احنا عايزين نعمل بلان. طب انت يا عم بتكلمنا على تركيز الذاتي لنفسنا احنا وتنظيم يومنا وتنظيم حياتنا، ليه بتكلمنا على التخطيط؟ ليه لازم نكتب؟ ليه لازم ابقى عارف انا هعمل ايه ال5 سنين قدام؟ ليه؟ اماني بتقول بيوضح الطريق اللي بنسلكه. ممتاز. ندى بتقول عشان اعرف اوصل. الله. ها مين عنده اجابه ثانيه؟ سماح بتقول لبدء العمل. برافو يا سماح. ايه كمان؟ اماني بتقول لنصل للهدف. تمام. عايزين حد كده يجيب لنا حاجه في الجول كده. بدايه تدريجيه ومدروسه بخطوات. برافو يا انيسه. زينب بتقول تنظيم. تمام. احمد عبد الغني امل احمد عبد الغني بتقول عشان ما توهش. الله على التعبير الجميل ده. هنا بتقول معرفه النتائج. حسن بيقول من غير خطه مش هيكون فيه رؤيه اصلا. تمام. حسن حامد بيقول زياده تركيز. الله يا حسن برافو. مره بتقول عشان يبقى عندي رؤيه واضحه المتطلبات. تمام 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 تمام. كل كلام كده ممتاز جدا. عشان ما اصحاش كل يوم واعمل زي كل يوم. هو هنعمل النهارده ايه؟ برافو يا احمد يا ريس. حلوه قوي الحته دي ودقيقه قوي. حسن بيقول عشان اعرف خطوات محدده امشي عليها من غير عشوائيه. فاطمه بتقول عشان استفيد بكل الوقت. جميل جدا. فاطمه تقصدي ايه بقى عشان استفيد بكل الوقت؟ يعني ايه تقصدي بجمله عشان استفيد بكل الوقت؟ حلوه قوي الجمله دي لو انت تقصدي اللي في بالي. صفيه بتقول عشان اوظف امكانياتي. صح. كمان عشان ما يحطش اوهام، يعني ما فيش وقت يضيع من غير ما احس. تمام. هقول لكم دلوقتي بقى انا جميل قوي في الجمله بتاعت فاطمه دي. طيب صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. ليه بكتب خطه؟ بكتب خطه رقم 1 علشان ركزوا بقى في الكلام اللي جاي ده لانه كلام تقيل جدا. رقم 1 علشان انتقل من مقعد المشاهد الى ميدان الفعل. يعني ايه الكلام بقى التقيل ده؟ يعني ايه عشان انتقل من مقعد المشاهد الى ميدان الفعل؟ تعرف؟ احنا بنقول ليه بنكتب خطة؟ فبنقول علشان ننتقل من مشهد المشاهد الى ميدان الفعل. يعني ايه الكلام ده؟ عوض بيقول الخطة هي الخطوة الأولى للعمل. تمام. ما افضلش اتفرج وبس وافضل محل سر، يعني اتحرك بقى. اتحرك واشتغل، اكون جزء من الحل الحقيقي مش متفرج. تحرير الافكار الدماغيه لارض الواقع. برافو عليكم انتوا النهارده بصراحه، يعني مسخنيني جدا. تفاعلكم ده حاجه مبهجه جدا بصراحه. بدل ما اكون مفعول به. الله يا زينب برافو عليك. بدل ما اكون مفعول به اكون فاعل. يعني ايه بقى بالظبط؟ انت قربت جدا من مرحله الواهم للفاهم للمنفذ الواعي. برافو يا مروه. ها يعني ايه بالظبط يا زي زينب؟ بدل ما اكون مفعول به اكون فاعل. انا اكون القائد لنفسي. برافو يا اماني قربت جدا. الله. سقفه بقى كبيره بقى لاحمد الريس على الجمله العبقريه دي. يعني ما تخليش الاحداث تتحكم بيك، بل انت الذي يصنعها. حلوه جدا 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 الجمله دي. يعني ايه يا شباب؟ كان في كده غير جمله، يعني على بساطه الواحد ساعتها اثرت فيها جدا. يعني كان بيقول ايه؟ بيقول ان لم يكن لك هدف ستكون حتما جزءا من اهداف الاخرين. يعني ايه الكلام ده؟ يعني
لو واحد من بتوع اصطبحنا وصباح الملك لله، وقام قايم بقى كده رشش ميه حوالين السرير، وبدأ بقى يفتح الدكان بتاع اليوم بتاعه، ويروح بقى يغسل وشه، وبعد كده ما يقوم لابس اي حاجه واكل اي حاجه ونازل رايح الكليه مش عارف هو رايح ليه، ويقابل واحد صاحبه وياخده يروح على الكافيتيريا، والشخص اللي هو مقضي يومه على ما بين الفيسبوك والواتس ويقفل يطلع من الفيسبوك على اليوتيوب، وبعد كده يطلع من الاثنين على مكالمه تليفون لصاحبتها، ويخرج من الثلاثه على فتح الكتاب كانه هيذاكر، وبعد كده هو بيكتب وهو قاعد يذاكر، تاخده بقى نوبه الفن ويقعد يرسم والكلام ده. الشخص ده هو كده يقينا بيحقق اهداف حد. يعني ايه؟ يعني مثلا لما الفيسبوك ده واخده، هو مش داخل عشان يعمل حاجه هو عايز يعملها، هو داخل علشان يقضي وقت على الفيسبوك. هو كده جزء من اهداف مارك اللي عمل الفيسبوك. طب لو هو قاعد مش لاقي حاجه يعملها فقام فتح التلفزيون ومتفرج على فيلم، هو جزء من اهداف ده، صح ولا لا؟ فهو بالتالي طول الوقت عايش في مقعد المفعول به. عشان ينتقل لمقعد الفاعل مش هيغير كتير في اللي بيعمله، ممكن يعمل كل الحاجات دي برضه في يومه، ولكن يكون بيعمل الحاجات دي كلها وهو اللي مقرر انه يعملها، وعارف هو بيعمل ايه وبيعمله ليه وهيعمله ازاي وهيخلصه امتى. في فرق يا شباب بين واحد بيتفرج على التلفزيون كده وخلاص لانه مش لاقي حاجه يعملها، وبين واحد بيتفرج على التلفزيون لان ده وقت الراحه بتاعه، فهو محتاج يعمل ريفرش، فبيشوف حاجه بيحبها علشان ايوه ريتشارج. برافو عليك يا اسماء. وعارف انه بالظبط هيقوم من قدام التلفزيون بعد ساعه ونص لما يخلص الفيلم. في فرق بين الاثنين ولا الاثنين واحد؟ الاثنين اتفرجوا على نفس الفيلم، بس هل في فرق بين الاثنين ولا مفيش فرق؟ طب هل الفرق ده كبير؟ هل فرق ضخم ولا يعني عادي يعني؟ هل الفرق ده ممكن يصنع فرق ضخم جدا واثر ضخم جدا بين الشخصين اللي بيعملوا نفس الحاجه في نفس الوقت في اليوم، بس بمنتاليتي او عقليه مختلفه؟ ايوه بيج ديفرنس طبعا، صح. هو ده بقى المقصود بيه رقم واحد عشان تنتقل من مقعد المشاهد الى ميدان الفعل. طب سؤال، يقدر حد يعمل ده من غير ما يكون عنده خطه؟ يقدر حد يتفرج على التلفزيون وهو عنده 4 اجابات واضحين على ال4 اسئله اللي قلناهم دول، بيعمل ايه وبيعملوا ليه وهيعملوا يخلصوا امتى، من غير ما يكون عنده خطه مدروسه مبنيه على فهم دقيق للواقع؟ ما يقدرش، صح. يبقى ده رقم واحد، ده رقم واحد بيخلينا لازم يكون عندنا خطه. طيب رقم 2 ليه لازم نكتب خطه؟ تحقيق التوازن المفقود. كم واحد من اللي موجودين او كم واحده من اللي موجودين حاسس ان علاقته باصدقائه بتنهار رغم انه نفسه ان تكون علاقته باصحابه حلوه؟ كم واحد؟ طب سؤال، كم واحد من اللي شايف ان علاقته باصدقائه بتنهار شايفها بتنهار لانه بيعمل حاجه قيمه قوي قوي يعني تستاهل ده؟ يكتب 5. جميل جدا. سؤال اخير بقى معلش، كم واحد من اللي شاف في الاول ان علاقته باصحابه بتنهار وشاف في الثاني ان هي بتنهار لانه مشغول عنهم بحاجه مهمه جدا شايف انه يستحيل الجمع بين الاثنين؟ يكتب 9. اللي شايف انه يستحيل الجمع بين الاثنين يكتب 9. اللي مش شايف كده يكتب 2. ايوه كتير جدا كده ب2. عارفين ليه بقى يا شباب؟ عارفين ليه حاجه مش مستحيله في حياتنا ورغم كده مش عارفين نعملها؟ عارفين ليه؟ لان مفيش في حياتنا حاجه اسمها توازن. لاننا مفتقدين حاجه في حياتنا اسمها توازن. طب خليني اسالكم سؤال بيوجع قوي.
سؤال بيوجع شويه. كم واحد من اللي موجودين شايف انه بيخسر نفسه؟ يعني ايه بيخسر نفسه؟ ما يعني مش مستمتع، يعني مش عايش حياه مستمتع بيها. كم واحد حاسس كده؟ كم واحد افتقد كده القعدات الجميله بتاعه الاصحاب والخروجات والفسح واللي يقعد قاعده كده جميله روقان كده ومزاجه رايق؟ كم واحد مفتقد ده؟ كتير جدا، تقريبا كل في حد بيقول، نجوى بتقول مفتقد نفسي اصلا. محمد سالم بيقول لي ما تجيش على الجرح. طب سؤال بقى، كم واحد من اللي كتبوا واحد اللي هم تقريبا كل الغرفه دول، كم واحد منهم مشغول عن نفسه بحاجه شايف ان هي قيمه جدا؟ يكتب خمسه كده، واللي مش شايف كده يكتب اتنين. تمام. طب سواء بقى اللي كتب خمسه واللي كتب اتنين، كم واحد من اللي موجودين شايف انه يستحيل الجمع؟ يستحيل الجمع بان انا اعيش مبسوط ومزاجي حلو واخرج واتفسح واعيش حياتي تمام مع بيتي ومع اهلي ومع اصحابي ومع نفسي حتى كده، ادلع نفسي، وما بين الحاجه القيمه الكبيره العظيمه اللي انا عايش علشانها؟ كم واحد شايف يستحيل الجمع؟ يكتب تسعه، واللي مش شايف يكتب اتنين. تقريبا كل الغرفه كده صح. طيب ليه بقى؟ ليه بنخسر نفسنا في خضم البحث عن حاجه المفروض هننجي بيها نفسنا؟ يعني واحد مستغرقه تماما العمل لقضيه مهمه مثلا، شايف ان هو هيخدم بها المجتمع او هيخدم بها امته او الحاجات المعاني الجميله القيمه اللي كلنا بنتحرك علشانها دي، وفي خضم ده بيخسر نفسه، بيخسر لحظات. مثلا بصوا يا شباب، يعني خلينا نبقى صراحه مع بعض، الحاجات المهمه جدا لازم تاخدوا بالكم منها، ان في لكل مرحله عمريه في حياتنا، يا ريت بقى معلش الجملتين دول لانهم انتوا اغلبكم يعني لسه صغير في كليه وبتاع، فالكلام ده لازم تفهموه كويس قوي بدري. كل اللي مركز معاه كده يكتب تسعه، انه كلام مهم جدا. في حاجات متعه معينه بتبقى مرتبطه بمراحل سنيه. يعني مثلا ايه؟ الحاجات اللي كنت تعرف ينفع تعملها وانت في اعدادي مش هينفع تعملها مثلا لما تبقى في ثانوي. الحاجات اللي كانت بتبسطك وانت في ثانوي مش هينفع تعملها وانت في كليه، حتى لو هي لسه بتبسطك وانت في الكليه. لو انت ما شبعتش منها وانت في ثانوي، هتطلع، عارفين الناس اللي بيقول لك عنده طفوله متاخره؟ حاجه كده. بيبقى شخص اتحرم من متع كان المفروض يعيشها في مرحله عمريه معينه، لما مرت بالحاله العمريه دي وانتقلت معاه نفس المتع والحرمان اللي عاشه في المرحله العمريه دي في المرحله العمريه اللي بعدها، بقى نفسه يعملها. فاحيانا في ناس بتعيش بقى بعقدها النفسيه جواها، وفي ناس بتفرغها وخلاص في الناس. تمام كده؟ طب ده بيحصل ليه؟ بيحصل لاننا مش فاهمين قيمه ان انت تظبط نفسك كده، ان انت تهتم بنفسك، تبقى انسان. ايه انا عايز افهم يعني ايه وجه الارتباط بين ان انت تكون انسان صاحب قضيه وصاحب هم، وتبقى انسان مبهدل وشعرك مفعكش ودقنك منكوشه وريحتك معفنه؟ وايه يعني ايه الارتباط ده يعني؟ ايه الارتباط بين كونك تبقي انسانه صاحبه رساله وانسانه يعني محترمه وبتفكري بتفكير ضخم جدا، وان يكون يعني لبسك مبهدل وهدومك متوسخه مش لاقي وقت لايه؟ مش لاقي وقت لنفسه؟ مش لاقي وقت الرقم واحد بعد ربنا؟ يعني بعد ربنا والوالدين بقى والحاجات دي اللي يعني بعده على طول نفسك. يبقى ازاي يعني؟ ازاي؟ قولوا لي ازاي ده يعني؟ ولكن بقى ليه ده بيحصل؟ لان احنا مفتقدين حاجه في حياتنا اسمها توازن. طيب السؤال بقى الاهم دلوقتي، كيف نحقق التوازن؟ حد يعرف يجاوب لي في كلمه واحده؟ ايوه برافو عليك يا سميه، انت اهم شخص في حياتك بالظبط. ايوه برافو عليك يا فاطمه. التخطيط. من غير تخطيط لن تستطيع. لن، عارفين لن؟ محمد ضياء البابلي اهو بقى مجمع اللغه العربيه بتاعنا موجود. لن دي بتفيد ايه يا محمد اللي انا كتبتها دي؟ لن دي بتفيد ايه؟ لن تستطيع ان تحقق التوازن. النفي القطعي، يعني مفيش فرصه.
لن تستطيع ان تحقق التوازن. احلم وعيش في الوهم زي ما انت عايز، تمام كده، ولكن لن تستطيع ان تحقق التوازن بتاعتك من غير ما يكون عندك خطة مكتوبة. تمام كده يا شباب؟ طيب، يبقى اول حاجة ليه بنكتب خطة؟ عشان ننتقل من مقعد المشاهد الى ميدان الفعل. تاني حاجة ليه بنكتب خطة؟ علشان نحقق التوازن المفقود. نكتب خطة لان الخطة هي الجي بي اس بتاع حياتك. حد فيكم استخدم الجي بي اس قبل كده؟ حد استخدم الجي بي اس قبل كده؟ الجي بي اس ده بيعمل لك ايه؟ بتاع الخرائط. الجي بي اس ده بيعمل لك ايه؟ ده عبارة عن خريطة جوجل مابس، خريطة للكرة الأرضية كلها. بتحط له انت الديستنيشن، بتحط له انت الايه الطريق اللي انت عايز، او الحاجة اللي انت عايز توصل لها، اسمها ايه؟ الموقع اللي انت عايز توصل له. الموقع اللي انت عايز توصل له، تمام كده؟ وبعد كده الموقع اللي انت عايز توصل له ده هو بيرسم لك خط سير من المكان اللي انت فيه لغاية الموقع اللي انت عايز توصل له. حد خد باله بين الوصف اللي انا بقوله ده وبين السلايد دي؟ حد شايف بين اللي انا قلته عن الجي بي اس والسلايد دي؟ الجي بي اس بينقلك من المكان اللي انت فيه اللي هو اسمه الواقع الى الرؤية اللي هي الموقع اللي انت توصل له، او اللوكيشن او الديستنيشن اللي انت عايز توصل له. في النص ده بقى الجي بي اس. طيب، بيعمل ايه الجي بي اس ده بقى؟ لما حضرتك وانت ماشي كده، الناس اللي جربته بقى، انا ماشي مثلا فهو بيقول لي ايه؟ ادخل يمين. خلاص، فتيجي انت تدخل يمين، المفروض تدخل يمين، فانت مثلا قافل لك اليمين ده خالص، وتلاقي اللي وراك بيشتمك من ورا، هتلاقي نفسك مضطر تعدي اليمين ده. اول ما بتعدي اليمين ده بيعمل حاجه حلوه جدا اسمها ايه؟ ري روتنج. انت عارف الري روتنج ده شافه في الجي بي اس؟ يعني ايه ري روتنج؟ بيعمل ايه؟ بيقوم عامل لك تعديل لخط السير ده، ويوصلك تاني للايه؟ للموقع اللي انت فيه. لو انت مش معاك الجي بي اس ده هتوه. لو انت مش معاك الجي بي اس ده مش هتعرف اصلا تكتشف ان انت ضليت الطريق. لو مش معاك الجي بي اس ده اللي انت شايفه بيك واللي مكتوب قدامك على الموبايل وخط السير اللي انت شايفه وبتقدر ترجع له وتراجعه، ده ممكن تخش يمين في مكان يبعدك تماما. وانا جاي دلوقتي، وانا جاي شغلت الجي بي اس، تمام؟ فالاول واحد وصف لي كده، فعملت ايه؟ مشيت على هاي واي. عارفين الهاي واي اللي هو طريق سريع؟ يعني الطريق السريع ده اللي هو يعني عشان تلاقي فيه لفه ويوتيرن، بتلاقي بقى اليوتيرن ده بعد 20 كيلو ولا حاجه. خلاص، فاللي وصف لي خلاني دخلت في الهاي واي عكس ما المفروض امشي. يعني المفروض انا امشي يمين، دخلت انا شمال. مشيت حوالي 30 كيلو في اتجاه بلد تانية. تخيلوا، 30 كيلو في اتجاه بلد تانية. فانا حسيت ان الوضع مش طبيعي. يعني المعالم دي انا ما شفتهاش قبل كده. المفروض كنت في المنطقه دي وانا ماشي كده. فقمت مشغل الجي بي اس، فالجي بي اس مش معايا. الجي بي اس ده بقى كان زماني فين دلوقتي؟ كان زماني فين؟ في دوله تانية خالص. مش يعني مش في مكان، في دوله تانية. مش تايه، بس رايح دوله تانية. تخيلوا، هي دي الفكره. ازمتنا الحقيقيه بقى يا شباب ايه؟ ان احنا لغينا الجي بي اس ده من حياتنا، وبقينا بنقيس الصح والغلط بحجم الجهد المبذول. بيها الامه ان احنا بقينا بنقيس الغلط بحجم الجهد المبذول. يعني تيجي تتكلم على حد مثلا يعمل حاجه غلط، يقول لك انت بتستهبل، انت مش عارف هو افنى من عمره قد ايه علشان يعمل كذا وكذا وكذا، انت عارف له طلبه قد ايه بيعمل له مش عارف ايه، ده لف محافظات انت كنت قاعد
نايم في التكييف جنب مامتك، يا نهار ابيض يا جدعان، هو ده ايه علاقه اللي بتقولوه ده بالصح والغلط؟ ايه علاقه الجهد المبذول بالصح والغلط؟ الصح والغلط ده دايركشن، اتجاهات. ممكن واحد يمشي في اتجاه ويبذل جهد ضخم جدا جدا وباخلاص شديد جدا، صدق شديد جدا، بس هو مودينا في داهيه. ليه نمشي وراه؟ ليه ما نقعدش نفهم الواقع كويس ونخطط للمستقبل كويس ونبقى شايفين المستقبل كويس، وبعد كده نقيم بقى الصح والغلط بناء على ده، مش بناء على حجم الجهد المبذول. عارفين زي ايه؟ زي اتنين بالظبط، اتنين طالعين على سلم من 50 درجة على جدارين مختلفين. ينفع واحد فيهم مجتهد جدا فقطع 30 سلمة، وواحد تاني بطيء فمشي 10 سلالم. بعقلية البوسطجية دي، او عقلية اللي هم يعني شايفين الدنيا بتمشي بالمجهود واللي بحجم الجهد المبذول، هيبقى مين الأحسن عندهم؟ 30 سلمة. شوف يا أخي ما شاء الله، شوف الهمة، شوف يا أخي ما شاء الله، شوف البركة. واخدين بالكم من الكلام اللي بيتقال بقى؟ شوف البركة ما شاء الله، شوف الهمة. لا ده أكيد ده مؤيد من قبل الله، صح ولا لا؟ في نفس الوقت واحد قطع 30 سلمة والتاني قطع 10 سلالم. في الظاهر لينا كده مين فيهم، مين اللي ناجح؟ مين الأحق بالاتباع؟ مين الأكثر يعني صدقا وبذلا وطهرا؟ اللي قطع 30. لكن الحقيقة ان اللي قطع 30 ده بعد ما يكملهم 50 هيتصدم، لانه هيبص من فوق الجدار هيلاقي نفسه رايح على الخراب، في حين ان اللي قطع 10 درجات دول قطع 10 درجات على السلم الصح. قطع 10 درجات لانه كل درجة بيراجع نفسه تاني، هو في الدايركشن الصح وفي الاتجاه الصح ولا لا. فده حتى لو خد وقت اطول، بس في الاخر هو رايح لفين؟ رايح هيبص من ورا الجدار ده يلاقي نور. فهمنا يا شباب فكرة الجي بي اس؟ فهمنا يعني ايه تخطيط؟ فهمنا ليه تخطيط اصلا؟ هنقول يا دكتور روز، هنقول ان شاء الله كل الكلام ده. تمام كده؟ يبقى اول حاجة في ليه بنكتب خطة، ننتقل من مقعد المشاهد الى ميدان الفعل. تاني حاجة ليه بنكتب خطة، تحقيق التوازن المفقود. تالت حاجة ليه بنكتب خطة، علشان الخطة هي الجي بي اس بتاع حياتك. اخر حاجة بقى وحاجة مهمة جدا في ليه بنكتب خطة، علشان تصفي ذهنك للعمل فقط وتوفر وقت وجهد هائلين جدا. كم واحد من اللي موجودين يا شباب بيمر بلحظات في يومه بيلاقي نفسه قاعد تايه، هو انا المفروض كنت اعمل ايه؟ هو انا كنت المفروض اعمل ايه دلوقتي؟ كم واحد فينا بيسأل السؤال ده لنفسه؟ انا بتكلم على طبعا الناس اللي همتها عاليه، مش الناس اللي هي ما بتعملش حاجه خالص، بتكلم على الناس اللي بتعمل. بيمر عليه وقت في يومه كده يقوم ايه واقف كده، وانا كنت المفروض اعمل ايه دلوقتي؟ وياخد منه الموضوع ده مثلا لحاجه. كتير، كلنا تقريبا، صح؟ طيب لو الوقت ده توفر من حياتك، حاجه قيمه ولا مش حاجه قيمه؟ لما ذهنك ده يبقى صافي تماما من التفكير في المفروض اعمل ايه، ويبقى مركز فقط في اعمله ازاي. تاني الحته دي لانها مهمه جدا. لما ذهنك، اكتبها لكم اهو، يوفر طاقته كلها من انه يقول المفروض اعمل ايه، الى انه يقول اعمله ازاي. وتخيل حجم النقلة اللي في حياتك حصل لما يكون عندك ذهن صافي تماما، عارف هو هيعمل ايه جدا، بس مشكلته بقى طول الوقت قاعد يفكر هعمله ازاي. متخيل حجم تجويدك للاعمال بتاعتك هيبقى عامل ازاي. متخيلين بقى عقلية النهر اللي احنا كنا بنتكلم عنها هتبدأ تنبت وتكبر في ذهنك بطريقة عاملة ازاي لما واحد قاعد 24 ساعة بيفضل وبدل ما ازاي اللي كانت موجودة عنده من ساعة عمل لها تعديل بعد ساعة، تطورها وبعدها بشوية طورها اكتر وبعدها بشوية اتعلم من اخطائه وطورها اكتر. هو مش بيفكر في اعمل ايه لان ده سؤال منتهي عنده خلاص، ولكن بيعدل دايما اعمله ازاي.
تبقى نقله كبيره جدا في حياتك. مش هيعمل لك ده غير ان يكون عندك خطه مكتوبه توفر عليك دايما ان انت تسال المفروض اعمل ايه. واضحه السلايد دي يا شباب؟ حد استفاد حاجه من السلايد دي؟ السلايد دي انا طولت فيها النفس شويه لانها كانت مهمه جدا. تمام. طب كده احنا قلنا ليه نكتب خطه. المفروض بقى نجاوب على ايه دلوقتي؟ ايوه، ازاي بقى اكتب خطه؟ ازاي اكتب خطه بقى؟ تعالوا بقى نجاوب على السؤال المهم جدا ده. ماذا تحتاج لتكتب خطه؟ بصوا، انا النهارده كم واحد فيكم سمع عن في البلاننج قبل كده حاجه؟ سمع في التخطيط او سمع محاضرات عن التخطيط او الكلام ده؟ كم واحد؟ اكيد كتير منكم، صح؟ انا النهارده بقى مش جاي اصدعكم كتير، انا جاي اديكم زتونه. جاي اقول لكم ان التخطيط ده حاجه سيمبل جدا جدا جدا. عشان تعمل خطه محتاج 3 حاجات. اول حاجه اسمها outcomes. تاني حاجه اسمها، او خلينا بقى نقول بصيغه المفرد، outcome. تاني حاجه يكون عندك priority. حاجه يكون عندك action plan. يعني ايه outcome؟ outcome يعني تكون عارف عايز تخرج من الخطه دي بايه، اللي احنا سميناها الرؤيه من شويه، او نتائج. خلاص كده؟ تاني حاجه priority يعني ايه؟ يعني عندك خطه مترتبه، عارف فيها رقم 1 ايه، ورقم 2 ايه، ورقم 3 ايه. تدي لكل حاجه من الحاجات دي في وقتك الحجم اللي يناسبها. الاولويه رقم 1 المفروض تاخد من وقتك حجم مختلف عن 2، مختلف عن حجم اولويه رقم 3. الجهد اللي هتبذله في اولويه رقم 1 اكيد هيكون اكبر من الجهد اللي هتبذله في اولويه رقم 2، اكيد هيكون اكتر من الجهد اللي هتبذله في اولويه رقم 3، وهكذا. رقم 3 اللي هو الاكشن بلان. يعني ايه اكشن بلان؟ هعمله ازاي بقى؟ يعني هعمل الكلام ده ازاي؟ اللي هو بقى الاجابه على سؤال ايه وليه وازاي وامتى. تعالوا نخش نجيب اكتر، نخش في الموضوع اكتر، ونقول الخطه ببساطه هي الاجابه على 4 اسئله. السؤال الاول عايز ايه؟ السؤال الثاني عايزه ليه؟ السؤال الثالث هتعمله ازاي؟ السؤال الرابع هتخلصه. اول سؤال عايز ايه؟ عايز ايه اللي هي الاوتكم، اللي هو اللي احنا قلنا عليه النتيجه، او سموه يعني زي ما تسموه. تمام كده؟ الاوتكم ده قبل ما تتكلم عنه لازم يكون في دماغك 4 قواعد مهمين جدا. القاعده الاولى هي begin with the end in mind. يعني ايه؟ يعني وانت بتبدا خطتك لازم تكون شايف نهايتها كويس جدا في دماغك. طب اعمل ده ازاي؟ لو احنا بنتكلم مثلا في خطه بعد 5 سنين، او ابدا والنهايه في دماغك بالظبط. لو هنتكلم على خطه بعد 5 سنين، اعمل ده ازاي؟ في طرق كتير جدا. اسهلها جدا طريقه انك تتخيل ان انت حضرتك بترجع لورا. يعني تخيل ان انت دلوقتي بتموت، او تخيل ان انت مثلا واحد راجل عجوز كبير وقاعد مجمع احفاده وقاعد يحكي لهم انجازاته، واقعد بقى عيش بخيالك كده المفروض الانجازات دي تكون ايه. ولكن الحقيقه ان الكلام ده مش زي ما هو بيطرح في محاضرات البلاننج والتخطيط، اللي هو بقى يقوم جايب لك تمبلت او يجيب لك ورقه كده ويقول لك امسك وقلم واكتب الكلام ده واقعد تخيل ان انت يعني مت، وايه الحاجات اللي المفروض تسيبها بعد ما يعني بعد في اخر حياتك. او تخيل ان انت يعني قاعد مجمع احفادك حواليك وبتحكي لهم عن انجازاتك، وتقوم كاتب الحاجات دي في ورقه وفي المحاضره، ويقول لك بقى بعد المحاضره خلاص انت كده معاك، اقعد بقى طبقها السنين اللي جايه. الكلام ده طبعا كله كلام بلح، ولازم نفهم كويس جدا انك علشان تقدر توصل للمرحله بتاعه انك تبدا والنهايه في دماغك دي، لازم تمر بتجارب ولازم تجرب حاجات كتير، لا سيما في السن الصغير بتاعك ده. تمر بتجارب كتير وتجرب حاجات كتير وتشوف حاجات كتير وتقرا عن حاجات كتير عشان تبدا تكتشف نفسك في مجال معين. عمرك ما هتلاقي لنفسك مجال، ولا عمرك هتعرف انت عايز ايه من غير اصلا ما تشوف ايه ده، من غير ما تشوف ايه اللي موجود اصلا. تمام كده؟
انما ان انت تقعد تمسك ورقه وقلم وتقوم كاتب فيها اللي انت عايز اللي احنا بنسميه يعني احلامنا، الكلام ده كلام مش مظبوط، لان انت ممكن تكون بتحلم بحاجات مش واقعيه اصلا، او بتحلم بحاجات ما تناسبكش اصلا. تمام كده؟ بتفكر بتفكر فيه وانت عارف ان هو مش هو ده النهايه. يعني ممكن تكون تحط لنفسك حاجه تبدا بيها كده، ولكن تبقى عارف ان مش دي النهايه، ان دي حاجه ممكن تتعدل يعني 200 مره زي ما بيقولوا. يعني يا شباب واضحه النقطه دي؟ بتفكر في الاوت كم، ان انت يعني ما تفكرش بوضعك الحالي. يعني مثلا لو هنفترض ان واحد بيفكر طموحاته بحجم واقعه، فهنيجي مثلا نلاقي واحد في كليه صيدله. طب اللي في كليه صيدله ده وهو دلوقتي لسه بياخد المصروف من باباه ومامته، ينفع يحلم ان يكون عنده اكبر شركه ادويه؟ مش هيعرف، مش هينفع يحلم بكده. وهو بيفكر اما يجي يدرس الواقع بتاعه هيلاقي ان مفيش نسبه وتناسب، فبالتالي مش هيحلم الحلم ده اصلا، مش هيحط الطموح ده قدامه، مش هيحط النهايه السعيده دي قدامه، لانها مش هتعتبر واقعيه. معلش بقى، بس معاها في التسجيل عشان الوقت بس مضغوط واحنا عايزين نلحق نخلص قبل الساعه ونص. مش هيقدر يفكر، هيعتبر ان ده تفكير غير واقعي لمجرد ان هو حجم الواقع بتاعه دلوقتي لا يتناسب مع حجم الطموح بتاعه. لكن احنا بنقول ايه بقى؟ لما تيجي تفكر ما تفكرش بواقعك الحالي، ما تتفكرش بحجم واقعك الحالي، فكر تفكير ضخم جدا، احلم حلم كبير جدا، واعرف ان الحلم الكبير ده لازم يبدأ بداية صغيرة، اللي هو think big start small. تالت حاجة بقى واهم حاجة في الثلاث حاجات دول وانت بتفكر في الاوتكم، هو فكرة simplify your life. يعني ايه simplify your life؟ ركزوا معانا بقى يا شباب، لان النقطة اللي جاية دي نقطة مهمة جدا. يعني ايه simplify your life؟ في ناس كتير لما بيجوا يفكروا في موضوع الاوتكم ده او النتيجة او الرؤية بتلاقيه توه. ليه؟ هو قدامه حاجات كتير قوي. يعني مثلا قدامها ان هي تبقى ديزاينر شاطره جدا، تشتغل تتعلم فوتوشوب ومش عارف ايه، وقدامه ان هو يتعلم انجليزي يبقى طليق في الانجليزي فيشتغل في دعوه غير المسلمين للاسلام. او لا مش بتكلم على كده، بتكلم على حاجه ثانيه خالص. او ان هو ان هي قدامها ان هي تتعلم الاتش ار، فبالتالي لما تتعلم اتش ار تبقى حد جامد جدا في الاتش ار وتشتغل في شركه كبيره. او ان هو يتعلم رياده الاعمال، وبالتالي يبقى حد من الناس الشطار جدا في رياده الاعمال، فيبدا بقى يكلم الناس عن المشاريع ويعمل بقى مشاريع ضخمه مع يعني يحط الشباب على عمل مشاريع ضخمه ويغير المجتمع وهكذا. فتلاقي نفسه متوه نفسه قوي ومكبر الدنيا على نفسه قوي، فبالتالي يلاقي نفسه مش عارف، يحس ان الدنيا مكركبه فوق دماغه. كم واحد فينا بيحس الاحساس ده يا شباب؟ كم واحد فينا لما بيجي يفكر في مستقبله ويفكر بالطريقه دي فبيحس ان الدنيا متكركبه؟ كله كتم واحد، صح؟ خلينا نبقى صراحه مع نفسنا. انا بقول لك لا بقى، بقول لك لا، سمبليفاي يور لايف. يعني ايه؟ بسط الدنيا جدا، كيب ات سمبل. من اكبر واهم القيم والمعاني اللي اتعلمتها في حياتي اتعلمتها من واحد امريكي كنت شغال معاه، وانا بعت له ريبورت. فانا ايه يعني بالعقليه بقى العربيه شايف ان انت كل ما تجود اكتر كل ما بقيت يعني شاطر اكتر. تمام؟ فالريبورت ده بعته له بقى قاعد ايه افاني بقى واظبط فيه ومش عارف ايه واكتب تفاصيل كتير. طبعا المديرين المصريين بتوعنا كانوا بيعجبهم الكلام ده جدا. فلما انا عملت له الكلام ده بعت له ريبورت مثلا قعدت اكتب فيه يجي 5 ساعات وفاكر بقى ان هو هينبهر. اما اتصل بيا قال لي بص يا طارق، كيب ات سمبل. كل ما كانت الامور مور سمبل كل ما كان الخطأ فيها اقل، نسبة الخطأ فيها اقل، كل ما كانت الخسائر فيها اكتر اقل، نسبة انك تخسر اكتر اقل، وفي نفس الوقت كل ما كان زي ما بيقولوا يعني اقرب طريق بين نقطتين هو الخط المستقيم. فانت ليه تقعد تلف حوالين يعني ليه تلف حوالين نفسك؟ فسبحان الله المعنى ده اثر في حياتي جدا. وفعلا لقيت نفسي كل ما بسمبل الامور، كل ما بخلي الامور مور سمبل، كل ما بخليها اكثر بساطه، كل ما بتبقى اكثر انجازا واكثر تاثيرا. كل ما بقعد احور وعطل واتمزج كل ما بلاقي الامور بتبهوأ مني. فاهمين يا شباب النقطه دي؟ تعالوا كده ناخد
ناخد تجربه عمليه بدل ما احنا بنتكلم نظري. تعالوا نسمبليفاي اور لايف. يعني ايه؟ تعالوا نبسط الامور على نفسنا خالص. ولد او بنت عايز يبقى انسان مؤثر، عايز يبقى انسان له قيمه في الحياه. كم واحد من اللي موجودين نفسه يبقى كده، يبقى له قيمه؟ بس يا سيدي انا مش عايز ابقى اللي هيغير العالم، انا عايز بس احس ان انا مش عايش على الهامش كده، على هامش الحياه. كلنا صح؟ طب كم واحد من اللي موجود حاسس ان الموضوع ده صعب قوي؟ خمسه كده حاسس ان صعب قوي ان انا يكون ليا قيمه، او بحس بمجاهده كده. كتير مننا كده صح؟ طب تعالوا كده نشوف التربيه الربانيه. لما ربنا سبحانه وتعالى اراد ان هو يصنع على عينه بشر هيغير العالم كله. خدوا بالكم انا مش بتكلم دلوقتي في الدين خالص، يعني انا مش بكلمك بقى عن الدين والنبي صلى الله عليه وسلم لا، انا بكلمك على في طرق للتربيه. انت واحد عايز يغير العالم في الدنيا، مش بتكلم على الاخره دلوقتي، في الدنيا واحد عايز يغير العالم، فبالتالي الشخص اللي هيغير العالم ده محتاج اعداد، محتاج تربيه، محتاج تاهيل. طيب الاعداد والتاهيل ده بيجي من كذا مصدر، من دورات تدريبيه، من ناس اصحاب خبره، من مدارس، من جامعات. الموقف اللي احكي لكم عنه ده هو موقف حصل في التاريخ لشخص غير التاريخ باعتراف اوليائه واعدائه. اللي اهله ورباه للمهمه بتاعه تغيير العالم ده هو الله. طيب ازاي ربنا سبحانه وتعالى عد النبي صلى الله عليه وسلم المهمه دي؟ اعده على 3 محاور. لما كان فرض في الاول 3 محاور. المحور الاول العلم، المحور الثاني العمل، المحور الثالث الاصلاح. اول 3 ايات نزلوا في القران اقرا، علم. ثاني ايه قم الليل الا قليلا، عمل. ثالث ايه، دول اول 3 ايات نزلوا في القران. ثالث ايه قم فانذر. صح كده؟ حد عنده اعتراض على الكلام ده؟ جميل جدا. علم، عمل، اصلاح. طب ما تيجي نشوف حياتك كده، ينفع نحط فيها الحاجات دي ولا اصل البلد، اصل الحكومات، اصل المجتمع، اصل الناس، اصل مفيش تشجيع، اصل الاحباط، اصل مش عارف بياخدوا الناس يعملوا فيهم ايه، اصل وكلمه بقى ايه، حياه اصل اللي ما بتخلصش دي، واعذار اصل اللي ما بتخلصش. هل الحاجات دي ينفع نحطها في حياتنا بحيث ان احنا نبقى اشخاص ليها قيمه في الحياه؟ تعالوا نشوف. اول حاجه العلم. ثواني عشان نبقى كلامنا اكشن على طول. العلم، علم يعني ايه؟ يعني سؤال يلي بتقول انا مش عارف اعمل ايه في حياتي. كم كتاب، كم كتاب، كم كورس خدته في 2015؟ مش ده امر ربنا امر بيه؟ كم دراسة اكاديمية خلصتها، شهادة اكاديمية معترف بيها؟ كم مهارة اكتسبتها السنة اللي فاتت؟ مهارة مثلا حد اتعلم انجليزي، حد مهارة اكتسبتها السنة اللي فاتت. طيب لو مفيش، تعالوا نبدأ اول خطوة في التخطيط لحياتنا النهاردة، ونفتح كلنا البوست ده. اللي يفتح البوست ده يكتب 5. ايه البوست ده؟ البوست ده بيقول لحضرتك دي مواقع ممكن تغير حياتك، مواقع بتديك كمية علم
هائله جدا، هتحتاج فلوس كتير قوي وجهد كبير قوي علشان توصل له وتحصله. تعرف تحط في خطه 2016 بقى السنه دي ان انت يكون لك على الاقل كل يوم ساعه استفاده من المواقع دي، وتقابلني بعد سنه. مش احنا قلنا بقى ان الكلام اللي هنتكلمه النهارده هيحتاج سنين علشان خلاص احنا بنبدا مع بعض اهو بقى الاكشن العملي. مش كل ما نكلم الناس في حاجه يقولوا لنا عايزين شغل على الارض. هو شغل على الارض، هو ورينا بقى، ورينا بقى حضرتك، ورينا شطارتك. ينفع بعد انتهاء سنه 2016 نتقابل تاني ونعمل لقاء ايفالويشن مع بعض، ونشوف كام واحد من اللي حضر معانا النهارده عمل لنفسه ساعه كل يوم يستفيد من المواقع دي؟ كام واحد يوعدنا بده؟ يكتب 5 كده. طبعا مش المواقع يعني يلفها كلها كل يوم، لا، يختار موقع محدد ياخد منه كورس محدد، بعد ما يخلصه يخش على اللي بعده وهكذا. ما شاء الله كتير جدا اهو. طيب احنا لسه بنسمبليفاي اهو. يبقى حضرتك عايز ايه؟ عايز ايه اللي هي اول حاجه في الخطه؟ عايز علم. هوصل له ازاي العلم ده؟ اهو معاك مواقع اهو كتير. اكتب بقى، اكتب ان انا السنه دي عايز ايه. عايز اخلص 20 كورس في سنه 2016. انجاز ولا مش انجاز؟ انجاز. وصدقني بعد ما تخلصه هتكتشف ان انت كنت عايش في بوتقه وهم كبيره قوي، اسمها ان انا مش لاقي حاجه اعملها، اسمها ان المجتمع كله محبط ومش، لا، في حاجات اسمها انجازات عامه وانجازات شخصيه. الانجازات الشخصيه دي طول ما هي شغاله في حياتك بتغنيك تماما وبتديك دافع قوي جدا لمواجهه الانجازات العامه. مستحيل تقدر تغير في الواقع العام من غير ما يكون لك انجازات شخصيه. الباور الاساسي اللي بيحركك هو انجازاتك الشخصيه دي. تمام كده؟ طيب تعالوا نسمبليفاي حاجه كمان. تعالوا نسمبليفاي حاجه كمان. مش احنا بنتكلم على عمل؟ طيب العمل، هجيب لكم بس اللينك عشان ايه احطه لكم على طول. العمل ممكن يكون العمل ده عمل روحي. يعني ايه عمل روحي؟ الصلاة، الصيام، النوافل، القرآن، قراءة القرآن، الأذكار، ده عمل روحي. قيام الليل زي الأمر اللي ربنا أمر به صلى الله عليه وسلم. العمل ده كمان ممكن يكون ايه؟ ممكن يكون وظيفتك، شغلك. طب هو الشغل ده هيجي لك وانت قاعد في البيت؟ الشغل ده هيجي لك وانت قاعد تعيط؟ ولا الشغل ده بيجي بناء على مهارات عندك؟ صدقوني يا شباب، كمية الشغل اللي موجودة في السوق كمية هائلة، أقسم بالله على ذلك. ومشكلة الناس اللي ما بتشتغلش إن هم ناس أصلا تقليديين. كل الناس اللي غير تقليديين بيشتغلوا. مش إنسان غير تقليدي على وجه الأرض ما بيشتغلش. مش ما بيشتغلش، يتخبش في السوق التنافسي اللي احنا فيه ده. السوق التنافسي اللي احنا فيه، مشكلة المشاكل في الشركات دلوقتي إن هم يلاقوا التالنت. يعني حتى دلوقتي ما عادوش بيسموها إيه، مش عارف كانوا بيسموها الاول ايه كده، اكشن. دلوقتي بيسموها التالنت اكوزيشن. يعني ايه تالنت اكوزيشن؟ يعني هو قاعد يدور في السوق على الناس التالنت، الناس اللي عندها بالظبط، والشباب السوري والشباب الصيني وناس كتير جدا. خلاص. طب انا علشان ابيلد ماي كارير، عشان ابدا ابني وظيفتي، مش انا محتاج اكتسب مهارات معينه؟ يبقى انا دلوقتي هاهل نفسي لوظيفتي، هاهل نفسي في العمل الروحي اللي المفروض ان انا اعمله، هاهل نفسي في عمل خاص. هو انا هفضل طول حياتي او انت هتفضلي طول حياتك شغالين عند الناس؟ ولا انا محتاج ان انا ابدا بقى يبقى ليا البيزنس الخاص بتاعي؟ خد مني القاعده دي برضو، عمرك ما هتستطيع تبقى انسان تغيير الا لما يكون لك البيزنس الخاص بيك. عمرك ما هتستطيع تبقى انسان تغيير من غير ما تكون مش شغال عند حد، شغال عند نفسك. دي قاعده متواتره ومنتهيه ومفيش فيها فصال ولا نقاش ولا دي اراء. دي مش اراء، دي حقيقه واقعيه. عشان تبقى انسان تغيير لازم تكون شغال عند نفسك. طب اللي هيشتغل في عمل خاص ده هيعمل ايه؟ في منهج دلوقتي كامل. مهندس عوض فوزي معانا، هو راجل من رواد الاعمال الكبار يعني. في منهج كامل دلوقتي في رياده الاعمال. وما عادتش رياده الاعمال دلوقتي بتعتمد على ان يكون عندك راس مال كبير وان انت تكون، لا، هو علم تتعلمه، تفهمه. لما تتعلمه وتفهمه هتلاقي نفسك تقدر تبني البيزنس بتاعك من غير ما يكون معاك فلوس كتير ولا حاجه، ولا تكون ابن باشا ولا تكوني بنت باشا ولا حاجه خالص يعني.
عادي جدا. نفسي العمل الخاص ده مش محتاج زمن وقت، مش محتاج خطه طويله المدى. طب انا هبدا امتى؟ ابدا من دلوقتي. كل دي حاجات تحطها في خطتك اهو. تغيير في العمل الروحي، تغيير واعداد وبناء لوظيفتك المستقبليه ووظيفتك المستقبليه، اعداد لعملك الخاص، البيزنس بتاعك اللي هتعمله وانت عندك 40 سنه ولا عندك 35 سنه. لازم تبدا تاهل نفسك ليه من دلوقتي عشان يكون عندك يور اون بيزنس بعد 10 سنين من دلوقتي. يبقى لازم تكون بتاهل نفسك من دلوقتي ليه. عمل يومي. يعني ايه عمل يومي؟ حاجه بعملها كل يوم ليها علاقه مثلا بتطوير نفسي، حاجه مثلا دايت حتى بعمل دايت، رياضه بعملها كل يوم، عمل حاجه بتك فيها كل يوم، نشاط مجتمعي بشارك فيه كل يوم، وهكذا. عمل تطوعي مثلا. ده كل ده حاجات تحت بند كلمه عمل. طيب ازاي اجيب الكلام ده؟ المواقع اللي عند حضرتك دي موجود فيها، دور على كورسات. الاول في اليوتيوب هتلاقي هاو تو بيلد يور كارير، اعمل سيرش بالجمله دي، هتلاقي حاجات كتير جدا بتكلمك عليها. هنقول يا احمد يا ريس في خطه جماعيه ان شاء الله، وموجوده في الجروب اللي هنعمله بعد ما نخلص ان شاء الله. يعني بعد ما نخلص بس كتالوج التركيز. دور على بيلد يور كارير، دور على انتربرينور شيب، او دور بالعربي اهو رياده الاعمال. دور في جوجل هتلاقي عشرات الحاجات اللي تقرا فيها وعشرات الفيديوهات اللي بتتكلم على الموضوع ده. دور في الرياده المجتمعيه لو عايز تتكلم بقى على الاعمال التطوعيه وهكذا. لا طبعا يا دينا، الهدف في العمل الخاص مش تحسين الماده فقط. الهدف من العمل الخاص هو ان انت تكون سيد قرارك، ان انت تعرف تعمل او تبني مستقبلك. موقع ادراك اللي احمد حاطه ده موقع بالعربي كله ممتاز جدا. انما طول ما انت شغال عند حد هو اللي بيتحكم في الوقت اللي انت تشتغل فيه والوقت اللي انت ما تشتغلش فيه، هو اللي بيتحكم في حجم الفلوس اللي المفروض تدخل لك. فبالتالي طول ما انت شغال عند حد مش هتقدر تنزلها دي، مش هتقدر تغير في الواقع. تمام كده؟ ماشي يا شباب؟ يبقى ده رقم 2 العمل. رقم 3 العلاقات. مش دي محتاجه مننا خطه؟ العلاقات، علاقتك باهلك، علاقتك باصحابك، علاقتك يعني شبكه العلاقات اللي هتفيدك مستقبليا. كل ما كانت عندك علاقات مجتمعيه اكتر، كل ما الحاجات دي فادتك في صناعه مستقبل افضل. يعني ايه؟ لما يبقى واحد عارف جامعه كتير زي واحد ما يعرفش دكاتره الجامعه، ماشي يا ابراهيم. واحد عارف ناس، موقع رواق ده برضه موقع ممتاز جدا وبالعربي ممكن تتعلموا منه. واحد عارف اصحاب شركات كتير زي واحد مش عارف. خليك حرك وخليكي حركه، وابداوا تعرفوا على الناس وخليهم. انا كان في واحد يعني سبحان الله كان عامل كده، انا اعتقد ان الشخص ده اكيد كان له خطه. كان عامل كده ظابط تظبط ساعتك عليه كل مثلا، طبعا عشان انا بقى يعني هو في كليه هندسه بترول ولسه شاب، يعني لسه في الكليه يعني، وانا بقى يعني متخرج وشغال مهندس بترول وبتاع. فهو بيكون علاقات، فعرفني مره كده ايه بايلك، فخد رقم تليفوني وسلم عليا يا باشمهندس مش عارف ايه. وبعد كده بقى كنت كل مثلا شهر في اخر اسبوع في الشهر تلاقيه مديني مكالمه تليفون، اخبارك ايه يا باشمهندس، عامل ايه، انا بطمن عليك بس مش عارف ايه. بيعمل ايه هو دلوقتي؟ حد عارف بيعمل ايه؟ كل شهر كده، كل شهر في اخر اسبوع يقوم اتصل بيا، باشمهندس اخبارك ايه وعامل ايه، يا رب تكون بخير والاولاد. ايوه بيكون شبكه علاقات بالظبط. بيكون شبكه وبيخليه ايه. اكيد مليون في الميه الشخص ده لو انا قدامي حاجه جت في دماغي اول حاجه يجي في دماغي هو. واكيد لما واحد بيشتغل حاجات زي كده صح، واكيد هو بقى كل الناس اللي بيعرفهم بيعمل معاهم كده. فتكوين شبكه العلاقات دي اللي هي سواء كانت علاقات بزنس او علاقات في عمل خير، يعني ما يبقى واحد مثلا عارف دعاة كتير لو هو عايز يشتغل في زي واحد مش عارف دعاة خالص. واحد عارف بيزنس مان كتير لو واحد عايز يبني بيزنس خاص بيه زي واحد عارف خالص. لا طبعا. فالعلاقات دي بتفيد جدا. تمام كده؟ العلاقات دي محتاجه منك خطه.
شفتوا يا شباب ازاي تعمل خطه؟ عرفت عايز ايه دي تعملها ازاي؟ بكل بساطه تبدا تفكر في الحاجات دي، في الجوانب دي، في العلم انا محتاج اوصل لايه في العلم. وفي البدايه ما تقررش حاجه، اتعلم كل حاجه في العلم. اعمل زي ما انا قلت لك كده بالظبط دلوقتي، يبقى اهدافك انك تخلص 20 كورس مثلا في مجالات مختلفه، وانت بتدرس بقى وانت بتقرا وانت بتتعلم وانت يعني بتشتغل وانت بتكون علاقات وانت بتتحرك. كل ده وانت بتعمله تبدا تلاقي نفسك في جانب معين في باب معين في حته معينه. لكن طول ما انت واقف قاعد في خانه الاحلام والاوهام وبتفكر وبتحلم، عمرك في حياتك ما هتقدر تحقق حاجه، لانك هتبقى دايما بتحلم احلام غير واقعيه، احلام غير مدروسه، بتشتهي حاجات انت ما جربتهاش اصلا وما شفتهاش، هكذا. تمام كده يا شباب؟ لا مفيش حاجه اسمها كده يا هبه، مفيش حاجه اسمها اهداف كبيره على الوقت. ويا ريت ناجل الاسئله بس الاخر وهنجاوب على كله ان شاء الله. ماشي يا شباب؟ يبقى كده عايز ايه؟ عرفنا عليه الاوت كامز، الثلاث حاجات اللي فيه. طيب عايزه ليه؟ اللي هي البريوريتي. يعني ايه البريوريتي؟ ان انت تبدا بقى ترتب اولويات الحاجات دي. لازم نعرف يا شباب ان احنا عمرنا عمر محدود، وان احنا جهدنا جهد محدود. فلما نيجي نحط العمر المحدود ده على الجهد المحدود هيدينا نتيجه محدوده، زي ما هبه بتقول كده، ان انت مش هتقدر تحقق كل اللي بتحلم، مش هتقدر تكون كل حاجه، مستحيل تقدر تكون كل حاجه، مستحيل تعرف تكون كل حاجه لكل حد، مش هتعرف تعمل ده. فبالتالي لان عمرنا محدود، ولان جهدنا محدود، ولان النتيجه اللي تطلع مننا نتيجه محدوده، فلازم المحدود ده نوظفه صح، لازم ما نهدروش. تمام كده يا شباب؟ طب عشان نعمل ده لازم نعمل ايه؟ لازم نتعلم ان احنا نقول لا. you have to say you have to say no. but يعني ايه؟ ولكن بقى، ولكن ايه؟ اقول نو. ازاي اقول كلمه؟ ازاي اقول نو دي؟ ازاي اتعلم ان انا اقول نو؟ علشان تقول نو لازم رقم واحد تكون عارف كويس قوي اللي انت محتاجه واللي انت مش محتاجه، اللي انت عايزه واللي انت مش عايزه، مش اللي انت عايزه بس، اللي انت عايزه واللي انت مش عايزه، ويكون ده واضح عندك جدا وواضح عندك. رقم اتنين، انك تقيم الحاجة اللي انت عايزها دي. هل الحاجة اللي انت عايزها دي عندك وقت كافي للمشاركة فيها؟ الحاجة اللي انت عايزها دي لما هتعملها هتضحي بايه في المقابل؟ ما هو انت لما تيجي تعمل حاجة يقينا هتضيع حاجة. طب الحاجة دي في مقابل الحاجة اللي ضاعت، هل هي اقيم ولا الحاجة اللي ضاعت اقيم؟ طيب هل الحاجة اللي هتعملها دي هتقربك من هدف من اهدافك؟ فدي هتطلب منك اصلا ان يكون عندك اهداف. طيب هل انت بتحب تعملها اصلا ولا لا؟ لو كانت الاجابه على سؤال من الاسئله اللي طرحناها دي ايوه يبقى اعملها، لو كانت لا يبقى اقول لا على طول من غير ما تفكر كده. رقم ثلاثة، لما تيجي تقرر انك تقبل او ترفض، اقبل او ارفض بلباقه ولكن فورا. يعني ايه فورا؟ يعني تجنب اللا اجابات. عارفين اللا اجابات دي اللي هي ايه؟ ان واحد يقول لك مثلا ايه، يقول لك هشوف وارد عليك. عارفين الاجابه دي؟ يقول لك ربنا يسهل. لا انت كده ما جاوبتش. او سيبها لله، او ان شاء الله. لا انت كده ما جاوبتش، انت كده سبته على الشمال برضه. لا انت قول لا، انا اسف جدا معلش ما عنديش وقت. في ناس بتعمل بطريقه اشيك تاني، واحد عملها معايا واتعلمتها منه بصراحه. عمل ايه؟ قال لي بص والله يا استاذ طارق، انا الايام دي مشغول 3 4 5. والله كان اسلوب جميل جدا يعني. انا مشغول في 1 2 3 4 5. وقال لي حاجات، قال لي حاجات قويه قوي. فشوف يا حبيبنا يعني ايه اللي اقدر اسيبه من ده علشان اعمل اللي انت طالبه مني وانا تحت امرك. وشايف الرد جميل والله. هو اصلا يعني مش بس قال لي لا، ده قال لي لا والهمني كمان. يعني قال لي لا وخلاني انا كسفت من نفسي. ايه ده ما شاء الله. هو في ناس بتعمل كده وانا مشغول بحاجه زي دي واطلبها منه؟ واخدين بالكم؟ فخليك ذكي وانت بتقول لا، بس قول لا بحسم. تمام يا شباب؟
طيب في البريوريتي لو هناخد مثال على كده، هنرتب مثلا الاولويات. لو عندي 5 حاجات اللي هم علاقتي بالله، علاقتي بنفسي، علاقتي باهلي، علاقتي بالاصدقاء، علاقتي بالمجتمع. احنا كده ان شاء الله فاضل لنا 13 دقيقه. علاقتي بالله، علاقتي بنفسي، علاقتي باهلي، اللي هم يعني عيلتي واسرتي، ومين فيهم هيكون الاول، علاقتي بالاصدقاء وعلاقتي بالمجتمع. هنرتب الترتيب ده ترتيب عام كده كاولويات، وبعد كده نخش جوه تفاصيلهم، ونرتب التفاصيل دي باعتبار الواقع والمآل. يعني ايه باعتبار الواقع والمآل؟ النقطه دي مهمه جدا، ويا ريت اللي مركز معانا يكتب واحد. نقطه مهمه قوي. يعني ايه؟ يعني فرضا ان انا وانا برتب اولوياتي حطيت علاقتي بربنا رقم 1. خدوا بالكم عشان الحاجات دي يا شباب مهمه وتريكات مهمه قوي. يعني رتبت علاقتي بربنا رقم 1، وعلاقتي بنفسي رقم 2، وعلاقتي باهلي رقم 3، وعلاقتي بالاصدقاء رقم 4، وعلاقتي بالمجتمع رقم 5. لو انا هشتغل بعقليه الشعارات، كل حاجه هتكون ليها علاقه برقم 1 دون اعتبار لاي حاجه. واي حاجه في نفسي، اي حاجه لعلاقتي في علاقتي بنفسي، لو اتحطت في ميزان حاجه في علاقتي بربنا، هقوم ورجحت كفه نفسي، هلاقي انا بأنب نفسي، وهلاقي مليون صوت حواليا بيأنبها خطاب دعوي بيقول يعني كلام هيخليني دايما احس ان انا من المتمسكين بالدنيا والمستمسكين بيها والمشغولين عن الله بالدنيا وهكذا. في حين ان انا لو فكرت بقية النهى بقى، هلاقي نفسي مثلا احيانا في علاقتي بربنا مثلا كمثال عايز اقيم الليل كل يوم مثلا، او عايز احافظ على صيام الاثنين والخميس مثلا. وفي علاقتي بنفسي انا بشتغل كل يوم في وظيفة 8 ساعات، وباخد مرتب 3000 جنيه يا دوب بدفع بيه الايجار واصرف بيه على بيتي وخلاص على كده. حلو جدا كده. طيب اتعرضت عليا وظيفة 15 ساعة في اليوم ب 10000 جنيه. لو رحتها انسى الصيام وانسى قيام الليل. اروحها ولا ما اروحهاش؟ ترتيب اولوياتي العامة ان ربنا رقم 1 ونفسي رقم 2. لا، اللي يقول يقول ليه، واللي يقول لا يقول ليه. اهو ناس قالت لا وناس قالت بس يقولوا لي ليه بقى. حياته هتتدمر. يا ده يا ده، روح مش هعرف اصلي قيام ليل ولا هعرف اصوم. دينا بتقول عشان ممكن يكونوا نادي محتاجين. تمام، علشان اكتب ربنا الاول يصرف تدبر ومش هيحس براحه. تمام، اكيد اروح لان الفلوس هتديله استقلاليه اعلى. برافو عليك يا احمد. هو يرزقني. تمام، اولويات. تمام على حسب ظروفه وحياته. هو محتاج يزود دخله ولا لا؟ لو محتاجها فعلا، ايه اللي مش هيخليني اصوم؟ اللي مش هيخليني اصوم ان انا هشتغل شغلانه شاقه جدا و15 ساعه. يعني اروح الساعه 6 الصبح واخلص الساعه 6 المغرب، هصوم ازاي يعني؟ شغل متواصل. هلاقي نفسي في ساقية العباده. العمل عباده برضه. ها، العمل عباده. هروح لان الفلوس مهمه والعمل عباده. اه. طب بصوا بقى يا شباب، التفكير بطريقه التخطيط بقى. لما يكون واحد بيخطط مش مقضيها شعارات، واحد بيخطط عشان يغير نفسه ويغير المجتمع وبعد كده يغير العالم، وواحد مقضيها شعارات. اللي مقضيها شعارات هيقول ايه؟ لا، ما كان لله بقي وما كان مش عارف ايه، والكلام بقى اللي هو الجامد بقى اللي بيخلي الناس ايه، يعني روحها تتهز كده. وانت كده بتبيع يعني دينك بعرض من الدنيا قليل، والكلام بقى اللي هو الايه اللي بيهز الناس ده ويخليهم يكشوا وبيخليهم يفضلوا يا عيني عايشين بال 3000 جنيه ولا بال 1000 جنيه ولا بال 2000 جنيه اللي شغالين فيهم، ويقعد بقى يقاوم نفسه وفاكر ان هو كده العابد الزاهد اللي بيحافظ على دينه والدنيا ما غرتوش، ويفضل يا عيني على كده، والمسؤوليات تتراكم عليه، ويجي يصلي يلاقي نفسه هو بيصلي اصلا قاعد يفكر في كل الهموم والغموم اللي عليه، ولا عارف يتجوز، ولو هو متجوز مش عارف يجيب منها، وعلى طول الوقت مشغول بقى هيجيب لهم بدخله المدرسه ودخله رمضان ودخله العيد والحاجات دي. وبين واحد
بيفكر. فهيعمل ايه بقى؟ انا دلوقتي لو اشتغلت بال 10000 جنيه دول لمده 15 ساعه، هاشتغل قد ايه لغايه لما اكون راس مال اعمل مشروع اللي انا قاعد اذاكر له علشان اعرف ابنيه ازاي؟ محتاج قد ايه؟ محتاج 3 سنين. حلو جدا. انا هقعد 3 سنين مش هصلي قيام ليل ولا هصوم نوافل، وهي في الاخر حاجات نوافل، يعني مش هخش بسببها النار يعني. ولكن بعد ال3 سنين دول ان شاء الله هبني مشروعي الخاص، وهظبط مشروعي الخاص ده على انه يخليه يوفر لي وقت لصلاه قيام الليل، ويظبط لي ان انا اصوم يوم ويوم كمان، مش ان انا اصوم اثنين وخميس. وانا عارف ان انا ومطمئن على قوتي، وربنا سبحانه وتعالى هيعني، لاني عالم ان انا بفكر في ايه، وعالم انا بخطط لايه، وان انا ما رحتش علشان اجري ورا دنيا رخيصه ولا عرض قليل ولا حاجه زي كده. لا، انا رحت علشان اظبط حياتي تظبيط صحيح مش شعاراتي، وفي نفس الوقت اسعد نفسي واسعد اللي حواليا، وفي نفس الوقت ابقى بدل ما كنت يد سفلى. التفكير ده الانفع والاقوى والانع، ولا التفكير الاولاني يا شباب؟ صح كده؟ جميل جدا. هو ده اللي انا اقصده بقى بحته ترتيب الاولويات، الواقع والمآل. تمام. خطه ببساطه اللي هي عايز ايه وعايزه ليه، هتعمله ازاي، وهتخلصه امتى، اللي هو الاكشن بلان. والاكشن بلان ده بقى ان شاء الله اللي هنقوله المره الجايه، مع اللي هو بقى ازاي بقى تحط الست حاجات دول، ازاي تكتب بقى الكلام ده. احنا كده قلنا الكلام ده، فهمنا يعني ايه خطه وفهمنا نعملها ازاي، لكن ازاي تكتبه بقى من خلال 6 حاجات نكتبهم في ورقه، اللي هم الاكونت نيم، والبيربس ستيتمنت، والانفيجند فيوتشر، والسبورتنج فيرس، والكرنت كوميتمنت. هنعرف ال6 حاجات دول ان شاء الله، وهنعرف نعملهم ازاي عشان نحط اكشن بلان عمليه نقدر ان احنا نطبقها. وهنتعرف كمان ان شاء الله، طبعا الكلام ده هنقول بامثله، وهنتعرف كمان المره الجايه ان شاء الله على النيو جينيريشن. هنتكلم بقى عن مالتيبلايرز، ويعني ايه مالتيبلايرز، وازاي تكون شخص مالتيبلاير مش بس بيخطط لحياته ومركز، لا ده كمان بيضاعف وقته وبيضاعف عمره اضعاف مضاعفه. ان شاء الله كل الكلام ده هنعرفه المره الجايه، ولكن حابين بس في اخر اللقاء نلخص اللي احنا قلناه بسرعه. آه، وبعد كده ان شاء الله نقول لكم، ناخد الفيدباك بتاعكم. اول حاجه احنا قلناها النهارده، اتكلمنا ازاي عمليه التغيير بتمر ب3 مراحل، اللي هي الواقع والخطه والرؤيه. الواقع اتكلمنا عنه سيلف اناليسيس المره اللي فاتت. المره دي الخطه اللي هي البلاننج والايفالويشن، وقلنا الاثنين دول ما ينفعش يبعدوا عن بعض ابدا، البلاننج والايفالويشن لازم يكونوا مع بعض. قاعد المشاهد لميدان الفعل عشان نحقق التوازن المفقود، علشان الخطه هي الGPS بتاع حياتك، عشان تفعله فقط وتوفر الوقت والجهد اللي بتبذله في الاستذكار الدائم. اللي بعد كده الخطه محتاجه 3 حاجات عشان تتعمل: الاوت كم، البريوريتي، الاكشن بلان. الاوت كم اللي هو عايز ايه، وعايز ايه دي قلنا 3 حاجات لازم يكونوا في دماغك وانت بتفكر فيهم. البيجن وذ ذا اند ان مايند، تبدا وانت شايف النهايه. ثينك بيج ستارت سمول، انك تفكر يعني ما تبصش لوضعك دلوقتي وتبني عليه احلامك، لا، وفر احلامك الكبيره لمستقبلك الكبير اللي جاي. سمبليفاي يور لايف، وساعتنا وبسطناها خالص في العلم والعمل والاصلاح، وعرفنا نعملهم ازاي وخدنا عليهم واجب. تاني حاجه البريوريتي، ازاي تحط اولوياتك بقى، وعرفنا في البريوريتي دي الجهد المحدود بيدي نتيجه محدوده، فبالتالي نقول نو، وعرفنا ازاي نقول نو. وبعد كده ادينا مثال على ترتيب الاولويات، وقلنا ان الاولويات دي في منها اولويات عامه، والاولويات العامه دي ممكن تلاقي فيها جواها بعد كده تفاضل ومفاضله بناء على اعتبار الواقع والمآل. وضربنا مثال على ايه، موضوع الشخص اللي هو عايز يصوم ويصلي وهكذا. لا هو مش واجب يعني هتسأل عليه، ولكن هو اقصد واجب
اللي انتوا تعملوه بقى اللي هو فكره العمل، العلم قصدي، المواقع اللي اديناها لكم تحطوها في ان شاء الله تذاكروا منها. واتكلمنا على العمل التركيز. في اخر اللقاء عايزين نسال حد استفاد حاجه النهارده؟ طيب، اكتر حاجه استفدتوها النهارده ايه؟ البساطه، كتابه الخطه، تخطيط وليه اخطط، فهم الواقع ازاي اخطط، ان اي حلم اعرف انا عايزه ايه وليه وهعمله ازاي، بساطه وعيش، توازن، بلان يور لايف، بسط الحياه، اكون فاعل مش مفعول به. انا في حاجه لو ما قلتهاش بصراحه، بس تعريف التوازن عشان يكون ثابت طول الوقت. أبدأ أحط خطة مستقبلية أوفر فيها وقت في المستقبل. بالانس يور لايف. تمام. في حتة التوازن دي يا شباب مهمة قوي، وكانت رسالة مهمة لازم أوصل لها. اوعى تنسى نفسك، أنت حد مهم جدا، وإن أنت لازم تهتم بالحد ده، وإن أنت لازم تشوف إيه اللي بيسعده وتعمله. ده عبارة عن محرقة بتحرق فيها نفسك واللي حواليك من غير ما تكون قادر يعني تأثر في نفسك زي ما بتأثر في الآخرين. ماشي، ايوه بالظبط كده يا سماح، جزاكم الله خير. الله خيرا يا شباب. اتمنى ان شاء الله نكون النهارده يعني استفدنا من وقتنا مع بعض، وباذن الله لقائنا الجمعه القادمه علشان نحضر مع بعض او نقول مع بعض الاخر لقاء في كتالوج التركيز. اللقاء ده هنبدا نعمل مع بعض ان شاء الله الخطوات العمليه بتاعه الكتالوج التركيز ده، ازاي نحوله بقى الواقع في حياتنا ان شاء الله مع بعض، خطوه بخطوه، سنين لقدام مع بعض، لغايه لما نتحول الى شخصيات مركزه جدا باذن الله. في بوست يا شباب بتاع الفيدباك مش عليه، بس الله سجل بوست الفيدباك عشان بوست جدا 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 في اننا نعرف منكم ايه الايجابيات وايه السلبيات، بحيث ان احنا نعدل ونطور من نفسنا ان شاء الله. انطباعك كان عن اللقاء، نعدل ونطور من نفسنا، يكون اللقاءات اللي جايه اكثر استفاده، وعشان لو عملنا الحاجه دي تاني ان شاء الله من اخطائنا فيها ونعرف ايه نقاط القوه اللي موجوده فيها علشان ان شاء الله نفيد. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.